مش كل واحد بيجري ورا النجاح بيوصل. في ناس النجاح دمرهم فعلا. الناس كلها فاكرة ان المشكلة في الكسل، وان الحل انك تشتغل اكتر وتضغط على نفسك اكتر. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها، في نوع تاني اخطر بكتير. ناس شغالة طول الوقت ومش بتقف، ومع ذلك مش مرتاحة. بتصحى تفكر في الشغل وتنام وهي بتفكر في الشغل. حتى وقت الراحة ضميرها بيأنبها. بتحس انها لازم تعمل حاجة، لازم تنتج، لازم تنجح. وده بالظبط مدمن النجاح. مدمن النجاح هو الشخص اللي بيقيس قيمته بإنجازه بس. لو عمل حاجة يحس إن هو ليه قيمة، ولو وقف شوية بيحس إن هو ولا حاجة. مشكلته مش في الشغل، مشكلته في السبب اللي بيخليه يشتغل. هو مش بيشتغل عشان يحقق حلمه، هو بيشتغل عشان يهرب. يهرب. يهرب من إحساس إنه ممكن يفشل، يهرب من مقارنة نفسه بالناس، يهرب من فكرة إن هو مش كفاية. علشان كده اسأل نفسك بصراحة، أنت بتجري عشان توصل ولا بتجري عشان متوقعش؟ في فرق كبير جدا ما بين الاتنين. اللي بيجري عشان يوصل بيستمتع بالطريق، لكن اللي بيجري عشان يهرب عمره ما يهدي. ومع الوقت الموضوع بيتقلب عليه، بيبدأ يحس بضغط عصبي طول الوقت لأن مفيش راحة. حتى وهو قاعد دماغه مش سايباه، دايما في صوت بيقوله انت بتضيع وقتك، قوم اشتغل. ومع الوقت بيبعد عن الناس، مفيش وقت لأهله، لأصحابه، لنفسه حتى. وأخطر حاجة إنك مهما عملت مش بتحس إنه كفاية. توصل لحاجة كنت بتحلم بيها وتستنى تحس بالفرحة، بس مفيش حاجة بتحصل. ليه؟ لأنك متعودتش تفرح، انت متعود تجري وبس. في ناس ممكن تبص عليك وتقولك ده جامد، ده شغال طول الوقت، بس محدش شايف اللي جواك، محدش شايف انك تعبان. في المقابل في نوع تاني من الناس بتشتغل أيوة بس بتفصل كمان، بتعرف ترتاح من غير ما تأنب ضميرها. بتنجح بس عايشة حياتها، مش شغالين 24 ساعة، بس بيكسبوا على المدى الطويل. الفرق بينهم وبين مدمن النجاح إنهم فاهمين إن النجاح مش سباق جري. النجاح رحلة طويلة، محتاج نفس طويل. لو فضلت تجري بأقصى سرعة طول الوقت هتتعب وهتقع، لكن لو عرفت تمشي بذكاء هتوصل وانت لسه واقف على رجلك. لو حسيت انك شبه الكلام ده، يبقى لازم تقف مع نفسك لحظة، مش علشان تبطل شغل لكن عشان تفهم ليه بتشتغل. ابدأ اسأل نفسك، انا بعمل ده عشان عايزه ولا عشان خايف؟ حاول ترجع توازن حياتك. مش كل حاجة لازم تبقى إنجاز، مش كل دقيقة لازم تبقى إنتاج. خلي في وقت تريح فيه، وقت تعيش فيه، وقت تبقى إنسان. لأن الحقيقة اللي لازم تفهمها، الراحة مش ضعف، والوقوف شوية مش فشل، ده جزء من الرحلة. النجاح الحقيقي إنك مش تشتغل طول الوقت. النجاح الحقيقي إنك تعيش وإنت بتنجح، مش تضيع حياتك وإنت بتجري وراها. واعمل فولو